كنت حكيت لك ان قوم ثمود العمالقه ربنا بعت لهم معجزه كانت عايشه ما بينهم بتاكل وبتشرب، والنبي صالح عليه السلام حذرهم ان لو حد فيهم لمسها هينزل عليهم عذاب مرعب، ولكنهم ما سمعوش للتحذير وبعتوا 9 رجاله عشان يقتلوا الناقه اللي هي واحده من معجزات ربنا. طلع ال9 رجال ومعاهم اسلحتهم وشافوا الناقه موجوده وحاولوا ان هم يطردوها وهي كانت بتجري منهم، لحد ما شداد ضرب سهم واصاب رقبتها. الناقه اصدرت صوت رغاء او صوت الصراخ بتاعها كان عالي لدرجه ان كل الموجودين سمعوه، وبعدها بداوا ان هم يطاردوا الصغير بتاعها وقتلوه ورا الجبل، وبعدين رجعوا ونحروا الناقه. كانوا في قمه سعادتهم ان هم خلاص خلصوا عليها وكده بقى هيفوزوا بالبنات وبالاموال اللي اتوعدوا بيها. بل وشوف البجاحه ان هم بعدها راحوا لصالح عليه السلام ودخلوا عليه وقالوا له لقد قتلناها، فصالح عليه السلام رد عليهم قال لهم قتلتوا ايه؟ قالوا لقد قتلنا الناقه وقتلنا ولدها وهو احنا واقفين لا في عذاب ولا حاجه نزلت علينا. فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. ادينا واقفين اهو، ورينا بقى العذاب اللي انت وعدتنا بيه فين. عارف سيدنا صالح كان الرد بتاعه ايه؟ بكى لان هو عارف ان دول خلاص كده نهايتهم جت والعذاب هينزل عليهم بابشع طريقه ممكنه. وقال لهم يا قوم تمتعوا في هذه الدنيا 3 ايام، هو اول عن اخر 3 ايام. في اليوم الاول هتصفر وجوهكم، في اليوم الثاني هتحمر وجوهكم، وفي اليوم الثالث هتسود وجوهكم، وبعدها هينزل عليكم العذاب من عند ربنا. فبعد ما مشي ال9 رجال ورد الفعل اللي هم شافوه من سيدنا صالح بدأت دماغهم تقول في نفسها كده اللي هو بيتكلم جد ولا ايه؟ بل وانهم كمان بدأوا يتأكدوا ان هو كان كلامه صح والعذاب جاي. وشوف البجاحة بقى بتاعتهم، بدل ما يحاولوا يروحوا له يقولوا ادعي لنا ربك ان هو يسامحنا، لا ده اتفقوا على ان هم هياخدوا اسلحتهم وهيروحوا يقتلوا صالح عليه السلام واهله. وفعلا وهم رايحين في السكة عارف سيدنا صالح كان قاعد بيعمل ايه؟ كان قاعد بيدعي ان ربنا يسامحهم وبيترجى ربنا انه يعفي عنهم ويرفع العذاب. يعني تخيل ناس بينعتوك بان انت دجال ومشعوذ ويكذبوك وكمان عايزين يقتلوك وانت قاعد عمال بتدعي عشان ربنا يسامحهم. ودي حاجه تخليك تفهم ان الانبياء والرسل ما كانوش بشر زينا. الرحمه والتسامح اللي في قلوبهم صعب تلاقيها عند بني ادم، انت لو واحد غلط فيك مش هتعرف انك تسامحه. وهم بقى لسه مكملين في الطريق بتاعهم لبيته، ربنا بينزل عليهم من السماء حجاره فلقت رؤوسهم ودمرت جسمهم هلهلته. باقي القوم لما شافوا اللي قتلوا الناقه حصل لهم كده ادركوا ان العذاب جاي وان وعد ربنا حق. دخلوا بيوتهم وهم مرعوبين وبداوا يحفروا قبورهم بايديهم وقعدوا مستنيين العذاب. واحب اقول لك ان انتظار العذاب اسوأ من العذاب نفسه. 3 ايام، في اليوم الاول اصفرت وجوههم، في اليوم الثاني احمرت، وفي اليوم الثالث اسودت وجوههم، وفي صباح اليوم الرابع ربنا بعت من عنده ملك واحد سيدنا جبريل عليه السلام، نزل من السماء وصاح صيحه واحده شقت ودمرت قلوبهم وخلت عظمهم بوصف القرآن انه بقى زي جذع الشجر لما انت بتولع فيه وتحرقه يبقى عباره عن حاجه كده لونها اسود. ان ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر. في الوقت ده صالح عليه السلام والناس اللي كانوا مؤمنين معاه خرجوا قبلها من المدينه وربنا نجاهم من العذاب اللي نزل على باقي قومهم. ورجع بعدها سيدنا صالح ومشى بين الجثث وبين الاموات واتكلم معاهم وكانوا سامعينه، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فين بقى اموالكم واملاككم واراضيكم؟ فين صحتكم؟ فين جبروتكم؟ وانتوا دلوقتي بقيتوا بالمنظر ده. دي كانت نهايتكم عشان تجبرتوا في الارض وما شكرتوش ربنا على النعم اللي اداها لكم. بصيحه واحده بس انتهيتوا ولا كانكم كنتوا موجودين على وش الدنيا. دايما قصه الانبياء بتلاقي فيها عبر، والعبره من القصه دي ان كل الطغاه اللي انت شايفهم بجبروتهم واموالهم وسلطانهم ممكن في كلمه واحده يبقوا مش موجودين على وش الدنيا، والعذاب مستنيهم يا في الدنيا يا في الاخره يا في الاثنين. دي كانت قصه النبي صالح عليه السلام وقصه ثمود العمالقه اللي كانوا بيتجبروا في الارض، وشكل نهايتهم المرعبه اللي كانت عبره لاي حد جه من بعديهم يحاول يتحدى ربنا. ما تنساش بقى تعمل لايك ومتابعه عشان ما يفوتكش حاجه. رمضان كريم عليكم، ومعاكم محمود زايد، سلام.